من بين الحلويات القسنطينيه اللي نموت عليها هي الجوزيه، على خاطر مده التحضير تاعها بزاف طويله. جبتها لكم اليوم باسهل طريقه بلا ما تبقاي تحركي على النار بالسوايع، راح توجديها في وقت قصير وتجي معلكه وبزاف بنينه. في كاسرول راح نحط 360 غرام سكر مع 180 غرام ماء عادي، ونزيد اهم مكون واللي هو العسل الحر. راح نستعمل عسل الملوك واللي هو عسل حر طبيعي 100%. درت الجبلي وعندهم هما بزاف انواع. حطيت هذا الخليط على النار وراح نخليه يغلي مده 30 دقيقه، وفي هذا الوقت راح نطلع بياض البيض. درت 80 غرام بيض مع رشه ملح وطلعتهم على اقصى درجه حتى نولاو كيما الثلج. وهنايا العسل راهو واجد. كيفاش تعرفوا باللي وجد؟ كي تحطوا قطره منه في ماء بارد وتتشكل كريه حاكمه روحها، ونروح نفرغوه هو سخون على بياض البيض على شكل خيط، والسرعه تكون متوسطه وما تفرغوش على ضربه، ونخليها تطلع مليح حتى تتماسكوا. كيما شفتوا ما طيبتهاش. وهنايا نسيت ما زدتش الجوز، زدته مع الاخر وزودت بشويه بيستاش، وفتحتها على بابي فيلم اللي كنت درت له الزيت، غطيتها وخليتها 3 سوايع في الثلاجه ولا 4 ولا حتى ليله كامله. وما بقى لي غير نقطعها وشوفوا النتيجه. هذه اسهل طريقه للجوزيه بلا ما تتعبوا روحكم وتطيبوها. فقط نصيحه انه لازم تبقى في الثلاجه ماشي برا، لانه ما طيبناهاش كي طيبوها تولي تبقى برا عادي ما تطلقش روح. وغلفتها وجات بيضه تتعلك تهبل. وبالمناسبه ما تنساوش تشريو عسل الملوك تاع كيلو ونص ولا 3 باش تدخلوا في السحب وتربحوا عمره ولا بزاف هدايا. جربوا الوصفه وهذا ما كان.